السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من متتبعي الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. وجه اللاعب سفيان بوفال نداء للجماهير المغربية والشعب المغربي بالدعاء لوالدته بالشفاء العاجل بعد أن خضعت لعملية جراحية في الدوحة القطرية، والتي تطلب منها البقاء في قطر للخضوع للفحوصات الطبية عقب العملية الجراحية، وينتظر أن تسافر من الدوحة إلى فرنسا حيث تقطن هناك رفقة أسرتها. وظهر لاعب المنتخب الوطني المغربي سفيان بوفال بدون والدته خلال الاستقبال الفخم الذي خصصه الملك محمد السادس إلى لاعبيه ومكونات أسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر. ولفتت والدة بوفال الأنظار إليها خلال منافسات كأس العالم بعد رقصتها الشهيرة مع ابنها عقب انتصارات أسود الأطلس. وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب في عدم حضورها إلى القصر الملكي بالرباط كسائر أمهات اللاعبين، ليتبين أنها تعاني من وعكة صحية.